بالدم نفيك دين الله. بالدم نفيك قصيدة. هذا المول والعدالة يجهز لهم طابوس. الدولة التركية تتعدى جميع المراحل الإنسانية والأخلاقية. مرة أخرى الطغيان الراعي الحقيقي لداعش يستهدف مقاتلي الحرية بالكيماوي بأبشع طريقة لم تشهدها الإنسانية منذ ولادتها، مؤسسة ما يمارس بحق الشعب الكردي وبحق الإنسانية. استشهاد 17 مقاتلا من الجريلا بطريقة وحشية بالسلاح الكيماوي من قبل الإرهابي أردوغان. الكيماوي هو جريمة بحق الشعب يطالب بحياة كريمة وحياة ديمقراطية. أن جميع الأماكن عندما يتم استعمال السلاح الكيماوي هناك منظمات تتدخل لمحاسبة المجرمين، ولكن للأسف عندما يتم استعمال السلاح الكيماوي ضد الشعب الكردي لا نرى أصوات أحد ولا محاسبته. نحن من هنا من عنيسة نقول لهم أنتم شركاء في هذه الجريمة، فلماذا يوجد لديكم لجان لحظر أسلحة كيماوية؟